السلام عليكم يا شباب. النهارده هنتكلم عن مفهوم مهم جدا في التايب سكريبت وهو الانترسكشن تايب، وبنرمز له بعلامه الامبرسند او ما يسمى الاند اوبريتور. تعالوا نفهم مع بعض بيشتغل ازاي وفايدته ايه. تخيل معايا ان عندنا نوع اسمه يوزر، وده جواه قيمتين اساسيتين وهما الاي دي والنيم، ونوع تاني اسمه الامبلوي وده بيعبر عن بيانات الموظفين، وجواه الكومباني والسالري. لو حابين نعمل نوع جديد بيجمع الخصائص بتاعه اليوزر والامبلوي مع بعض، بنستخدم علامه الاند وبنعمل نوع جديد وبنسميه مثلا يوزر امبلوي. وبكده اليوزر امبلوي هيبقى عباره عن نوع جديد مدموج جواه كل الخصائص بتاعه اليوزر والامبلوي مع بعض، الاي دي والنيم والكومباني والسالري. علشان توضح الصوره اكتر، تعالوا نستخدم علامة الأور اللي بنستخدمها في اليونيون تايب، ودي معناها إن ممكن يكون المتغير إما سترينج أو نمبر. أما علامة الأند فده معناه إن التايب الجديد لازم يحقق الاتنين مع بعض، اليوزر والإمبلوي في نفس الوقت. ودايما افتكر التركاية دي علشان مهمة جدا. أول ما تسأل في أي انترفيو إيه الفرق ما بين اليونيون والانترسكشن، افتكر إن علامة الأور بتدل على اليونيون وعلامة الأند بتدل على الانترسكشن. وبكده نكون خلصنا. الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن الجينيركس. ما تنساش تعبر عن رأيك في الكومنتس وتعمل فولو علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.